السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أدري هل هو من حسن حظكم أو من سوء حظكم أنكم وقعتم على رجل عهده بالأموات أكثر من عهده بالأحياء، فلا تنتظروا أن يميل إلى صف الأحياء. تدريس كتب التراث عندي أمر حتمي لا مناص منه. انتهت الورقة الآن. تدريس كتب التراث الفقهية العمانية في كلية العلوم الشرعية، الإشكالات والمقترحات. بداية تحرير محل البحث: هل الإشكال في تدريس كتب التراث أو في كتب التراث نفسها؟ لا أظن أن المقام يشتغل ببحث أساليب التدريس. أساليب التدريس وطرقها التربوية هذا أمر محله غير هذا المقام. من هنا نخلص إلى أن الإشكال الذي نتدارسه اليوم متعلق أكثر ما يكون بكتب التراث. الدراسات السابقة كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكنني ركزت هنا على 4 دراسات ربما يكون لها السبق في هذا الجانب. دراسة الإمام الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب؟ عنده رؤى كثيرة في هذا الجانب تتعلق بكتب العلوم الشرعية وغيرها. دراسات العلامة أبي الحسن الندوي في كتابه أبحاث في التربية والتعليم الإسلامي. دراسات الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه تصورات إسلامية حول البحث العلمي والتعليم الجامعي. هؤلاء الثلاثة خبروا هذا الجانب، مارسوا جانب التدريس، فتحصلت من ممارستهم هذه الخبرة التي أودعوها في هذه الكتب. هناك ربما يكون سبق الجميع لجنة إصلاح تعليم الأزهر، وهذه اللجنة كان على غرارها وعلى مثالها لجنات متعددة في عدة دور علمية مثل الزيتونة في تونس ومعاهد كثيرة أو جامعات علمية كثيرة. لكن لجنة إصلاح تعليم الأزهر كان لها الصخب الأوفى في هذا الجانب، لأنها تأسست في وقت مبكر من القرن 14، بداية القرن 14، والذي قدح شرارتها ربما يكون الإمام محمد عبده الذي نادى في عدة مواضع من كتابه المنار تفسير إلى ضرورة إصلاح الأزهر والبداية من إصلاح التعليم في الأزهر، وخطى العلماء فيما بعد خطواته في هذا الجانب فشكلوا لجنة إصلاح تعليم الأزهر. وكما قلت لكم يعني حققت صخبا كبيرا في مصر وخارج مصر. ورحلة الأخيرة إلى مصر اطلعت على ملفاتها وكشيفها الذي بلغ نحو من 800 ملف، كل ملف فيه أكثر من 500 صفحة. عود على بدء. اللافت للنظر أني لما بدأت البحث في هذا الموضوع والتزمت بصيغة العنوان المرسل إلي: تدريس كتب التراث، الصعوبات والحلول، ملت بعد قراءة أولية في الموضوع إلى أن التدريس ليس مشكلة. ظاهر العنوان يوحي أن التدريس مشكلة ينبغي أن نبحث لها عن حل، لكنني بعد القراءة الأولية ملت إلى العكس، أن عدم التدريس هو المشكلة. واللافت في الموضوع اللي لما عدت إلى الدراسات السابقة وجدتها كلها تؤكد على هذا الأمر. دراسة طاهر بن عاشور أو الحسن الندوي وناصر الدين الأسد ولجنة إصلاح تعليم الأزهر كلهم يؤكدون على أن الأمر يكمن في عدم التدريس وليس في التدريس. من هنا ننطلق إلى أن ندرس إشكاليات أو إشكالات عدم التدريس، لا أن ندرس إشكالات التدريس. إشكالات عدم التدريس، إشكاليات عدم التدريس كثيرة. بداية نقول
أن هذا التراث وصلنا غضا طريا من أسلافنا، فمن الغريب أن نقطع هذا الحبل الممدود بيننا وبين أشياخنا. هذا المنطق يقول هذا، وكتب التراث حلقة وصل بين السابق واللاحق، ومع القواطع الكثيرة التي نعيشها في زماننا لا يكون من الجيد ومن الحسن أن نزيد القواطع قواطع أخرى. عدم تدريس كتب التراث يشكل لنا إشكالات كثيرة. هذه 5 إشكالات وتحتها إشكالات متعددة كثيرة ربما تكون أضعاف هذا العدد. أول إشكال يتمثل في الجانب التربوي الخلقي. العلامة أبو الحسن الندوي نقل عن الشاعر الكبير محمد إقبال قوله: إن تدريس المناهج المعاصرة يخرج الطلاب من شخصية بزاة الصقور إلى شخصية بغاة الطيور. الجانب الخلقي جانب مهم جدا في تراثنا العلمي بشتى أنواعه. تراثنا يبتدئ مؤلفوه غالبا بدعوة الله تعالى أن ييسر لهم ويشرح صدورهم وأقلامهم لتيسير ما يريدون تيسيره من علم في كتبهم، ويختمونها بالتماس العذر من القارئ والمتلقي عن الهفوة والزلل الذي قد يحصل في كتبهم، وتتخللها مواعظ ونصائح ولفتات تربوية جميلة. هذه إذا غضضنا الطرف عنها فقدنا هذه الصفات التربوية والخلقية كلها، فلا نتحصل على شيء من ذلك. وإنما لو سلمنا أن ندرس عصارة الفقه سندرس فقها جامدا ليس فيه شيء من هذه الجوانب التربوية. الفجوة الثانية، قبل أن أنتقل إلى الفجوة اللغوية، يحضرني هنا مثال مايكل كوك الذي خرج لنا بكتاب عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشدق في مقدمة كتابه أنه الكتاب الأوسع لم يكتب مثله في تاريخ التأليف الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودعا المؤسسات من التبجح أنه دعا المؤسسات الإسلامية العربية إلى اعتماد هذا الكتاب منهجا في التدريس. من يقرأ كتابه لن يخرج بطائل في صلب المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن هنا لا نوازن لكن نقول في المقابل من يقرأ كتاب العلامة المحقق الخليلي إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيخرج بجانب تربوي وجانب علمي في هذا الموضوع تحديدا. وفرق كبير بين من يؤلف وهو يمارس هذا الموضوع ويعتقد أنه على ثغرة من ثغور الله يخشى أن يؤتى من طرفه، وبين من لا يهمه يعني قاعد في مكتبه ولا يهمه إسلام ولا غيره. الفجوة اللغوية التي تتحصل من عدم تدريس كتب التراث هي طول الفاصل بيننا وبين اللغة التي يتداولها أسلافنا، وهذا الطول ازداد أو تسارع في الآونة الأخيرة بشكل كبير. أنا أعطيكم مثال ربما ليس هو من العصور المتقدمة، بل هو تحقيقا ليس من العصور المتقدمة، من عبارة الشيخ السالمي الذي يفصل زمانه عن زماننا نحو 100 سنة أو تزيد قليلا. الشيخ السالمي مثلا يقول في اللمعة المرضية بعد أن استعرض شروح الدعائم لأحمد بن النضر، قال عن شرح قطب الأئمة الذي هو 4 مجلدات كبيرة وهو أبسط الشروح. سمعت مجموعة من الطلاب يقولون
كيف يقول الشيخ السالمي عن شرح قطب الأئمة الكبير أنه أبسط الشروط؟ لفظ البسط هنا مأخوذ من السعة والتوسع، وهو أمر صرنا لا ندركه لأننا نستعمل كلمة البساطة في معنى السهولة. وعلى شاكلتها قال الشيخ السالمي في كرسي الأصول في تعليقاته على كرسي الأصول العلامة المحقق الخليلي في مسألة الولاية والبراءة، عندما ذكر النزوانية والرستاقية والافتراق الحاصل، ذكر أن الإمام ناصر بن مرشد أتى على هذه الفرقة فقضى عليها. قال: فلا تجد اليوم رستاقيا واحدا والحمد لله لقد خمدت كلمة الملحدين. استصعب كثير من القراء لهذه العبارة، كيف يطلق الشيخ السالمي كلمة الملحدين على الرستاقيين؟ والإلحاد المقصود هنا الإلحاد اللغوي الذي يعني الميل عن الحق. الإلحاد الذي نستعمله في زماننا لم يكن حاضرا عند الأولين. هذه نماذج قليلة فقط من الفجوة اللغوية التي قد تحصل بعدم ممارسة كتب التراث. الفجوة المنهجية نعني بها كل أساليب التأليف وأنماط التأليف المتداولة عند المؤلفين بشتى مناحيها. من يقتصر على الخلاصة لا يدرك هذه الأساليب. مثال صغير على ذلك وقع في يدي منذ فترة قليلة كتاب في تراجم الأعلام، ألفه أحد الأشياخ المغاربة، واعتمد فيه الترتيب الألف بائي على هذه الطريقة: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي طاء ظاء كاف لام ميم نون، ثم عاد إلى الصاد والضاد والعين والغين والفاء والقاف، وختمها بالهاء والواو والياء. قال المحقق لهذا الكتاب أن الإمام المؤلف وقع في خلل كبير في ترتيب كتابه، أو أن يكون هذا من تصرف النساخ فأفسدوا هذا الكتاب. من له أدنى إلمام بطرق التأليف عند السادة المغاربة يدرك أن الترتيب الألفبائي عند المغاربة يختلف عن الترتيب الألفبائي عند المشارقة، وهذا هو الترتيب المعهود عند المغاربة إلى فترات قريبة. فلا إنكار ولا استنكار على المؤلف، على صنيع المؤلف في هذا الكتاب. هذا مثال صغير فقط على الجانب المنهجي، خفاء الجانب المنهجي على المتلقي في عصرنا. الفجوة العملية ماذا نقصد بها؟ الفجوة العملية الفقه الذي وصلنا اليوم ليس فقها أتى وليد اللحظة التي نطق بها الفقيه بالحكم، فقد تكون عصارة تجربة طويلة في هذا الجانب، يعني أفرغ فيها وسعة وقلب فيها فكرة حتى وصل إلى تلك الخلاصة، ثم بعد ذلك ربما بدت له بوادر أخرى دعته إلى اعتماد رأي آخر والرجوع عن رأيه. وهذا له أمثلة كثيرة، أن الإمام جابر بن زيد مثلا قال في آخر حياته رجع عن القول بكذا إلى القول بكذا. دعك من بناء العلماء اللاحقين على السابقين في مسألة الاستدراك عليه في مسائل كثيرة. فهذه عصارة تجارب كثيرة وصلتنا كما هي جاهزة في قالبها البسيط. فالاكتفاء بالخلاصة دون ما قبلها كما يسمى خلفياتها يبعدنا عن هذا الجانب. الأخيرة الفجوة العلمية. الفجوة العلمية نقصد بها مسألة إدراك عبارات المتقدمين. هنا أشير إلى كتاب دراسة دكتوراه
طبعت في دار أسفار في الكويت، عنوانها الإخلال بالنقل في كتب أصول الفقه. 3 مجلدات، صدرت في 3 مجلدات. أريد من هذا الكلام أن أنبه على أن هذا الكتاب يركز على مسألة لا تتعلق فقط بأصول الفقه، وإنما تتعلق بجميع الكتب. أن عبارة المتقدمين ينطقون بها في القرن الأول أو الثاني، ثم يأتي اللاحق فينقلها بالمعنى، ثم يأتي اللاحق فينقلها بمعنى آخر، إلى أن تصل إلى زماننا مختلفة عما نطق به أول قائل لها. فإبعاد الشقة مظنة لذهاب المعنى. ضرب مثالا صاحب هذا الكتاب على عبارة للإمام عبد الله بن الحسن بن الحسين، وهو ابن أخي الإمام أبي الحر علي بن الحسين، وكان في القرن الثاني الهجري. ذكر له مسألة في عذر المجتهد إذا أخطأ، وذكر لها 17 عبارة عبر العصور من القرن الأول إلى القرن العاشر، وقس عليها عشرات العبارات التي قد يطالها هذا التحريف والتغيير إن نحن أبعدنا الشقة واكتفينا بالمتأخر عن المتقدم. نصل في الأخير إلى المحور الأخير حتى لا أطيل عليك. هذه مقترحات وحلول وغيرها كثير جدا في هذا الجانب. ما الذي نسعى إليه في تبسيط أو في مسألة تيسير كتب التراث؟ نريد أولا أن نتصور تصورا وافيا لهذه الكتب، وأقصد بالتصور ما يسمى الآن خارطة أو معالم المدرسة أو النتاج الفقهي الإباضي أو العماني على وجه الخصوص. الكتب تختلف، منزلة الكتب الفقهية تختلف من كتاب إلى آخر. بعض الكتب ربما يكون أدناها مسألة الحفظ أو منزلة الحفظ، تحرص على متون نثرية أو نظمية يتلقاها المتلقي ويحفظها، وعلى شاكلتها الكتب التي تسمى كتب السماع في العصور المتقدمة، مسند الإمام الربيع بن حبيب ومدونة أبي غانم وغيرها من كتب الآثار. وربما يكون أدنى من هذه المنزلة عند بعض المصنفين منزلة التلقين، وهي منزلة العامي لا يريد من الفقه إلا المعمول به، فيقول أنا أريد ماذا أعمل في هذه المسألة. وبعض الكتب العمانية اعتنت بهذا الجانب مثل الدلائل، ومثل فيما سبق مختصر البسيوي. تليها فيما بعد منزلة الفهم، أن نعرف هذا الحكم من أين أخذ وما دليله. وهذه في المدرسة الإباضية ابتدأ بها الشيخ عمروس بن فتح في القرن الثالث الهجري، وحاول بداية أن يسلك هذا المسلك، أن يصنف المسائل ما استمد من القرآن على حدة، وما استمد من السنة على حدة، وما استمد من الإجماع والقياس على حدة. ولم يكتب له أن يتيسر هذا الموضوع. ثم جاء الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحضرمي صاحب الدلائل والحجج، وأسس على هذا الموضوع كتابه الدلائل والحجج، الذي اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على الشيخ أبي إسحاق الحضرمي، وصنف المسائل على آثارها. وكان للشيخ ناصر بن أبي نبهان في العصر المتأخر محاولة شبيهة في الكتاب المخصص للأحكام التنزيلية من موسوعته الحق اليقين والحق المبين. هذه منزلة المآخذ أو منزلة الفهم، كيف أتت المسألة. تليها مسائل للعلماء الكبار، مسائل التخريج والفروق والأشباه والنظائر. تليها منازل أرفع منها مسألة الترجيح وغيرها. هذه الكتب الفقهية تتوزع في هذه المنازل، وهذه المنازل لا تعني بالضرورة أو لا تعكس بالضرورة مكانة صاحبها. فالذي ألف تلقين الصبيان هو نفسه الذي ألف معارج الآمال، والذي كتب جوابات مختصرة في بعض نوازله قد يكون عالما فحلا مجتهدا، لكن العلماء يراعون المقام في تآليفه. الاستعانة بالوسائل التعليمية والضوابط الميسرة. الوسائل التعليمية كثيرة جدا، وأنا استعرضت بعضها
مما أبدعه المتقدمون، مسألة الجداول والصور، والآن الخرائط الذهنية منتشرة. الضوابط الميسرة أقصد بها ما يسمى عند بعضهم بالضوابط وما يسمى عند آخرين بالحواصر، أن يجمع بعض الأشياء، خلاصة بعض الأشياء في هيكل نظمي أو بدايات الكلمات. وهذه يعني عند غير الإباضية أشاعت كثيرا، وعند الإباضية ربما نضرب مثالا بارزا لها بكتابات الشيخ محمد بن سعيد بن خلفان الخليلي، أبدع في هذا المجال كثيرا ونثر عصريه الشيخ أبو مسلم كثيرا منها في نثار الجوهر. الممارسة العملية والتأصيل التاريخي مهم جدا في تحبيب الفقه إلى المتلقي. في جانب الممارسة العملية نذكر مثلا أن الشيخ خلفان بن جميل السيابي قال عن نفسه: ما كنت أعرف شيئا عن أمور الدماء حتى تقضيت في الرستاق. وكان قضاؤه في الرستاق دافعا له إلى كتاب إلى نظم ميمية الدماء التي شرحها في جلاء العامة. وعلى نحوه أيضا الشيخ سالم بن حمود السيابي ألف وهب السماء في أحكام الدماء لما تقضى في بوشر. الممارسة العملية توجد فقها عمليا لا يبعد كثيرا عن الواقع. التأصيل التاريخي مهم جدا أيضا. المسائل التي وقعت لعلمائنا وأفتوا فيها بناء على نازلة وقعت، هذه تساعد على حفظ هذه المسائل وتساعد على استدعائها. والعكس بالعكس، إذا كانت النوازل كما يقال تصنع التاريخ، فالتاريخ أحيانا أيضا يردف الفقه بمسائل كثيرة. ولا تخفى عليكم المسائل التي بثها الدرجيني في الطبقات والشماخي في السير، وعلى شاكلتهم الشيخ السالمي في تحفة الأعيان. الأخير خدمة كتب التراث الفقهي. كما قال أستاذنا الدكتور طالب، كتب التراث محتاجة إلى نفس طويل. المشكلة في أبناء هذا الجيل أننا متسرعون في الاشتغال على الكتب، متسرعون في فهمها، متسرعون في قراءتها، ما عندنا النفس الطويل الذي يدعونا إلى التأني في قراءتها ثم في فهمها ثم في شرحها وتوصيلها للآخرين. أنا أضرب مثلا في هذا المقام مثالين أخيرا. قطب الأئمة ذكر في تفسيره تيسير التفسير مسألة استشكلها، قال: استشكلت في زمان الصبا هذه الآية فسألت عنها أخي الكبير الشيخ إبراهيم فلم يروي غليلي، ثم طالعت ما تيسر الله من كتب التفسير فلم أجد فيها ما يشفي الغليل، حتى وقعت في جوابات السبكي على ما يحل إشكال هذه المسألة. قال: وبين استشكال الأول ووقوفي على حلها ما يقرب من 70 سنة. المثال الأخير عبد العظيم محمود الديب، ونحن نفتقر على مثاله عندنا للأسف، وأقولها بكل صراحة في كتب المذهب الإباضي. نريد من أبناء هذا المذهب من يتخصص في أبي سعيد، من يتخصص في ابن بركة، من إذا قيل العالم الفلاني اتجهت أنظارنا إليه. عبد العظيم محمود الديب أفنى حياته في إمام الحرمين، ابتداء من رسالة البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه إلى تحقيق، أثمر ذلك عن تحقيق نهاية المطلب في دراية المذهب في 20 مجلدا، وأقام له مأدوبة حضرها أشياخ متعددون من العالم الإسلامي، منهم شيخنا علامة الخليلي. مكث فيه 35 سنة يحقق هذا الكتاب. وفي الأخير المجلد الأخير من الكتاب أودعه نحو 80 صفحة بالمواضع التي أشكل عليه قراءتها، وذكر صورها حتى يستعين القارئ عليها في القراءة الصحيحة والتمس العذر. الكتب التراثية تحتاج إلى نفس طويل 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 جدا، ولا نتسرع في إصدار الأحكام عليها، ولعل حكم صعوبة تدريسها ناتج من هذا التسرع. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.